السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني أنا لن أطيل عليكم، الوقت متأخر وما سبقني من إخوان من كلمات أعتقد يعني فيها نوع من الكفاية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على النبي القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، إننا نقف مع الشعب في كردستان الشرقية، مع إخواننا المسلمين، كما وقفنا وما زلنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وكما وقفنا وما زلنا ضد الاحتلال الأمريكي في العراق، ووقفنا وما زلنا ضد الاحتلال الهندي في كشمير وغيرها من الدول. هذه القضية وهذا الشعب يعاني كما عانوا. هذا الشعب المسلم الحر الأبي يعاني الأمرين، وخاصة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أنا أوجه بداية الشكر الجزيل والثناء العطر، وقد سبقني إخواني، للمنظمين ولهذه الحكومة. أوجه الشكر لتركيا الأبية ولشعبها العزيز وللرجل الشجاع طيب رجب أردوغان على نصرته لقضايا المسلمين. أوجه له كل تحية وتقدير، فقد أصبحت تركيا هي موطن لنصرة قضايا المسلمين جميعا، بل إن المسلمين من جميع أنحاء العالم يأتون لتركيا لكي يعقدون المؤتمرات لنصرة قضيتهم. فتحية تقدير لتركيا، وتحية تقدير للشعب التركي، وتحية لرجب طيب أردوغان. أيها الإخوة، أنا لا أطيل عليكم، فقط عندي اقتراح أوجهه للأخوة المنظمين لهذا المؤتمر. أنصحهم بنصيحتين وأقترح عليهم اقتراحين. الاقتراح الأول هو إنشاء وقف لقضية تركستان الشرقية حتى تبقى هذه القضية حاضرة، ولكي تكون حاضرة لا بد لها من الدعم المالي، وأفضل دعم مالي مستمر ودائم هو أن يكون هناك وقف باسم قضية تركستان الشرقية، وليبدأ من هذا البلد المبارك. الأمر الآخر أيضاً، وأثني على ما تفضل به الإخوة الأفاضل، هو تدويل هذه القضية، أي أن تكون قضية عالمية، وهذا حتى تكون حاضرة، حتى تكون هذه القضية حاضرة في نفوسنا جميعاً، لا بد من تدويلها عالمياً في جميع مواقع التواصل، ولا بد على جميع وسائل الإعلام أن تنصر هذه القضية، لأنه شعب مظلوم وشعب يستحق النصرة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.